شو دخل الروح القتالية والجرينتا؟ انسى هالحكي اللي بتسمعه بصدى الملاعب وغيره من برامج التحليل. اللي صار بنجران مش استسلام من الأخدود، لا، كان إشي بيشبه كأنك بتفكك برج ليجو قطعة قطعة. الهلال ما فاز لأنه بنزيما كان متحمس زيادة، فاز لأنه سيميوني إنزاغي قرر يعمل تفكيك هيكلي كامل لدفاع الأخدود ب14 دقيقة وبس. هذا الفوز إجا بوقت الكل لسه مصدوم من صفقة القرن الشتوية. انتقال بنزيما للزعيم مش بس هز الدوري، عمل زلزال بالمنظومة، خلى حتى النجوم الكبار مثل كريستيانو رونالدو تحت ضغط الأفضلية اللي كسبها الهلال بهالتدعيم المرعب. احنا هلأ قدام هلال جديد أخذ أبديت لكل السيستم تبعه. مرحبا. الكل شاف السداسية والإجوال، بس الأغلبية ما انتبهت للجريمة التكتيكية الكاملة اللي صارت ورا الكواليس. ركز معي منيح، الجول الثالث لبنزيما ما كان صدفة. بآخر هالفيديو رح أكشف لك كيف روبن نيفيز كان بيستعمل مسطرة مخفية كأنه مهندس عشان يحافظ على مسافة 3 متر بين بنزيما وأقرب مدافع منه. هاي المسافة هي اللي شلت خط الدفاع كله بمكانه. إنزاغي نقل الهلال من خطة 4-2-3-1 العادية لرسم 5-4-1 تتحول بالهجوم ل 3-2-5 زي كأنه سيارة بتتحول لروبوت مقاتل. الهدف من هالتغيير هو السيطرة الكاملة على ال5 خطوط الطول السريعة بالملعب وشل حركة الخصم تماما. إنزاغي معروف بقدرته يبني لعب مرن، وعادة بيطبق خطة 3-5-2 اللي بتركز على السيطرة على النص والضغط العالي. السؤال اللي جد بدي اياك تجاوبني عليه بالكومنتات، هل المشكلة عن جد بمدرب الأخدود وتغييراته؟ ولا السيستم الدفاعي 5-4-1 صار زي تليفون قديم ما بيقدر يشغل التطبيقات الجديدة قدام مثل الهلال الجديد؟ انت مع مين؟ مدرب ضايع ولا منظومة صارت قديمة؟ كل اللي شفته لهلا من إجوال وبنزيما ومالكوم كان مجرد دخان عشان يغطي على الحريقة الأصلي. الحقيقة المرة إنه الهلال لقى باب سري رح يخلي أي فريق بالدوري بيلعب بأسلوب دفاع المنطقة يتفكك كلياً. هذا هو الانهيار الهيكلي الكامل اللي بيشبه لما تسحب حجر الأساس من عمارة فبتوقع كلها. شوف موتور مالكوم كيف شغال. مالكوم بيسحب المدافعين لقلب الملعب زي المغناطيس، وبنفس اللحظة بيكون ثيو هرنانديز فاتح الملعب على الآخر. مالكوم كان رجل المباراة ب24 سبرنت عالي الكثافة. هذا هو سر الميتا تاكتيك لإنزاغي. الهلال كان أسرع من الأخدود بنسبة 12% مع إنه هو اللي كان مسيطر على الطابة. هون دفاع الأخدود وقع بالمعضلة المستحيلة، كاتش 22. هذا مصطلح بوصف موقف ما إلك مهرب منه، كأنك محشور بين نارين. إذا بتلحق مالكوم تترك وراك فراغ قاتل، وإذا بتضل مكانك خط دفاعك رح يتفكك. الدفاع هون صار زي جهاز كهرباء انشبك بكهرباء عالية كتير فما تحمل وانفجر. ما قدروا يتحملوا ضغط الباصات والحركة السريعة من أكثر من جهة بنفس الوقت. لما ثيو هرنانديز بيفتح الطرف هو بيجبر الظهير اليمين تبع الأخدود إنه يترك مكانه ويتحرك بالعرض مسافة 7 متر كأنه بيلحق بشبح. بهاللحظة موتور مالكوم بيشتغل وين؟ بالمساحة اللي فضيان. إذا قرر قلب الدفاع يغطي مكان الظهير بنزيما بصير بموقف لاعب ضد الجولجي، وإذا ضل قلب الدفاع بمكانه مالكوم بيستلم الطابة مرتاح. انت هون مش قدام هجمة، انت قدام معادلة رياضية حلها الوحيد هو الانهيار. هاد انقراض تكتيكي لأسلوب الدفاع السلبي باسيف بلوك. مدرب الأخدود اعتمد انه يكوم لاعبين بالدفاع، بس الأرقام بتحكي قصة تانية. الهلال سجل 5.14 XG أهداف متوقعة من 19 تسديدة بس. هذا معناه انه كل تسديدة للهلال كانت خطيرة تقريبا زي البنالتي باحتمالية 30%. شو يعني تسجل 5.14 XG بمباراة واحدة؟ تاريخياً الفرق الكبيرة بتحتاج 30 أو 40 تسديدة عشان توصل لهذا الرقم. الهلال وصلوا ب19 تسديدة بس. الأسبوع الماضي كل السوشيال ميديا انقلبت وكانت تحكي عن برشلونة لأنه وصل لرقم قياسي من الإكس جي ب 6.24. الهلال مش بعيد. هذا معناه إنه جودة الفرص اللي عملها الهلال كانت خارقة. هذا مش مجرد حظ،
هذا نتيجة إنه مسطرة نيفيز كانت تنحط بالملي بأماكن الهاي فاليو، وهذا اللي منسميه الكفاءة الهندسية اللي بتنهي عصر الدفاع التقليدي. المحللين في صدى الملاعب ركزوا على نجومية بنزيما، بس فاتهم إنه صار نقطة ارتكاز بيفوت بسحب قلوب الدفاع من أماكنهم وبيخلي أدوارهم العادية تنقرض. اللي عمله إنزاغي اليوم هو النسخة المطورة من الخدعة الهندسية اللي كان يطبقها رينوس ميتشلز بالسبعينات. فكرة إنك تفضي نص الملعب تماماً عشان تسحب الخصم لفخ على الأطراف. التكتل الدفاعي بطل يوفر أي حماية قدام مسطرة ال3 متر تبعت نيفيز وبنزيما. بس انتبهوا، هذا الفوز العظيم مخبي وراه ثغرة عم بتقلق جمهور الزعيم. الهلال بيلعب بخط دفاع متقدم كتير، وصل ل 61 متر. بغياب علي البليهي وقدرته على التغطية، هذا السيستم ممكن ينهار بلحظة قدام فريق عالمي بيعرف كيف يضرب المساحات. لما نحكي عن غياب علي البليهي احنا بنحكي عن غياب صمام الأمان. البليهي هو اللي بقرأ المرتدات قبل ما تبدأ. السيستم الحالي لإنزاغي بيعتمد على مدافعين ببنوا اللعب، بس ما عندهم نفس الوعي الدفاعي للمساحات الفاضية اللي وراهم. أي فريق عنده أجنحة سريعة وبيلعب على الكرات الطولية رح يخلي الهلال يدفع ثمن هذا الاندفاع غالي كتير. طيب، شو الوصفة لخصوم الهلال؟ انسوا الدفاع المتأخر. عشان تكسر الإيقاع الجيومتريك إنيرشيا اللي بفرضه نيفيز، لازم لاعب الارتكاز عندك البيفوت يتقدم 5 متر لقدام ويمنع الشرارة الأولى من موتور مالكم. إذا ما ضغطت على الموتور بكير ومنعته يشتغل، سبحة دفاعك كلها رح تفرط وتفتح شوارع بقلب منطقتك واحد ورا الثاني. إذا شفت إنه هاي الوصفة رح تنقذ فريقك قدام الهلال، بدي منك اشتراك، وإذا ما اقتنعت ناقشني بالكومنتات. سلام.